في يوم من الأيام خرج آدم من مكان مهجور وكان خائفا بشدة. آدم، أخيرا وصلت. ما السر إلى نريك سرا؟ يقال مكتبة مهجورة في الحي. في شارع هادئ يسير آدم وليان نحو المكتبة مفجرة مولانا. وبعد ذلك آدم وليان يصلان إلى المبنى المغطى بالغبار، وآدم يدفع الباب ببطء وهو خائف هو وليان. وآدم عندما يدخل رأى أشعة ضوء تدخل من النافذة وكتب مغبرة. آدم، انظر، الكتاب يلمع. حقا؟ دعني أرى. يجب أن نكتشف سره. وآدم يفتح الكتاب ويرى خريطته عنوانا. هذا سر المكتبة. خريطة تشير إلى قبو تحت المكتبة في مكان سري جانب. نعم، دعنا نستكشف. آدم يسمع صوتا مخيفا وصوت خطوات بطيئة خلفهما. هل سمعت ذلك؟ إنه قادم. هذا الكتاب يحمي سرا قديما، ويقول الحارس إن هذه الخريطة سرية ولا يمكنه أن يتكلم عليها. الأرض تهتز قليلا، يظهر باب سري في الأرض. أنا لا أعلم كيف خرج الباب. آدم وليان ينزلان إلى المكان الباب السري بحذر شديد، والحارس يأتي معهم. وعندما يصلن إلى المكان يرى الحارس وادم وليان صناديق كثيرة. ليان، انظري إلى هذا الصندوق. آدم يحمل زازلوف. يجب أن نفتحه الآن. انتظر، دعيني أرى الرمز. النور لا يفاجئ من يبحث عنه. الشجاعة والمعرفة هما الكنز الحقيقي. بعض المرشدين يختفون بعد أن يكملوا مهمتهم. وتذكر، كل مغامرة تبدأ بسؤال. هذه المكتبة مليئة بالأسرار ليان. نعم، العالم من كل اكتشاف. أن الاستكشاف مفتاح النجاح. لو سمحت اشترك لأن هذه القناة جميلة.